تكتمل شروط الضيافة المغربية إلا بتقديم كؤوس الشاي للضيف. يحرص المغاربة على شرب الشاي مخلوطا بالنعناع، هذه العشبة التي تزدهر وراثتها في سهول سادلة ومنطقة الحوز وسط المغرب. ويجمع المغاربة أن للشاي فوائد عديدة. عندنا الشاي سيدي كنشربوه في جميع المناسبات، في الأعياد، وفيه فائدة بالذات قبل ما يذكروا الأطباء. هذه الحقيقة التي أدركها المغاربة منذ القدم أكدها العلم الحديث، إذ تؤكد دراسات طبية أن للشاي الأخضر خصائص وقائية مهمة، منها مقاومة تأكسد الأطعمة وقدرته على الحماية من سرطانات الجهاز الهضمي والقولون. فوائد الشاي عديدة، تشتمل أولا عن الفائدة الأولى والتي أقرها العلم الآن حاليا، وهو اكتمال أن هذا الشاي له من الأشياء المهمة أنه ضد إظهار بعض الإفرازات الخاصة الناتجة عن الأكل، الناتجة عن التدخين، الناتجة عن أخذ الكحولات مثلا. ثم كذلك الفوائد التي برزت الآن علميا أنه في حماية السرطان، لا سيما سرطان المعدة، سرطان الرئتين، سرطان الأمعاء. وقد كان هذا الاكتشاف أخيرا في المؤتمر العالمي للتغذية. تعلق المغاربة بالشاي كان محل جدل في القرن التاسع عشر الميلادي، حين اعتبر بعض الفقهاء شربه من باب المكروه اعتبارا لخصائصه التنبيهية ولما يأخذه إعداده وجلساته من وقت طويل. الحديث عن الشاي يقود حتما للحديث عن السكر، اعتبارا لكون معظم المغاربة سيما سكان البادية يفضلون تهيئة شايهم بواسطة سكر القالب الذي يعد على شكل قطع من كيلوغرامين 2. يتعين على معد الشاي اقتطاع حاجته منها بواسطة مطرقة، وفي كثير من الأحيان بواسطة كوب فارغ. ويسود اعتقاد واسع بأن جودة الشاي لا تكتمل إلا باستعمال سكر القالب. قلب السكر عنده واحد النكهة خاصة، اللي تجي مع الشاي الأخضر. يمكنش نستعملو شي سكر آخر ولا سنيدة ولا والو، وتجي أيضا مع هذاك النعناع، عشب هذاك النعناع تيجي معاه مزيان. وفي عديد من المناسبات يقدم المغاربة أكياس قطع السكر هدية في الأفراح كعربون محبة ووفاء، وفي الأقراح كرمز تضامن وعزاء.